اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنكمل المشهد ده. المشهد الاول لسه احنا هنخلصه ان شاء الله في الفيديو ده عشان نخش على المشهد التاني. احنا عايزين كذا مشهد جوه الحاجه دي. لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت احنا كنا زودنا كام حاجه، الاسلاك والانوار اللي ورا. عايزين نتعمق اكتر شويه ونشوف ازاي ممكن نعدل الموضوع اكتر كمان. وواحده من الحاجات اللي هتفرق جدا فكره ان انا يبقى لو انتوا شايفين الحيطه اللي ورا، حتى لو الحاجه مش باينه، يستحسن ان انا اخلي فيه ليفل، حتى لو ليفل بسيط من التكشري، حتى حاجه لو بسيطه جدا. ويستحسن برضه لو هي مش باينه خالص بالمنظر ده ان انا ما اجهدش الجهاز ان انا اقعد ازود ايمج تكشرز على الفاضي. ممكن ان انا استخدم تكشرز، واحنا كنا لسه مكلمين في القناه عن موضوع بروسيدجرال تكشرز جوه بلندر تساعدني اعمل حاجه زي كده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اجي هنا، انا هسمي دي وولز مثلا عشان دي الحيطان اللي هتبان في الفيديو ده، وهقوم جايب ادي نويز تكشر، وهوصل النويز تكشر ده مثلا بالبيس كولر. مش هنشوف قوي يحصل، يعني زي ما انتم شايفين انت مش شايف قوي اللي بيحصل ليه، عشان بس محتاجين كذا حاجه. رقم واحد محتاجين كولر رامب مثلا. جرب نقدر بس إن نبتدي نشوف فروقات ما بين الالوان. رقم اتنين، لو انا زودت السكيل شويه بتاع الشكل بنبتدي نلاحظ ان في بهدله بتبتدي تحصل ورا. والبهدله دي حتى لو حاجه بسيطه بس تساعدني جدا ان اضيف بس ايه لمسه زياده للمشهد. لو انا عليت الدي شويه كمان وعليت الرفنس سنه، انا اصلا لو دلوقتي جيت هنا للكاميرا ورحت قافل الدبث اوف فيلد اللي احنا لسه فاتحينه، هتبتدوا بصوا تلاحظوا ان في حاجه ورا بتحصل. ومش بتجهد الجهاز عشان دي مش ايمج تكشرز. ايمج تكشرز من الحاجات اللي بتجهد الجهاز جامد جدا، خصوصا لو انا زودتها في حاجات مش هتبان فيها، فملهاش لازمه خالص ان انا اقعد ايه اجهد الجهاز بالمنظر ده. دي اول حاجه انا ممكن اعملها. طيب هنرجع تاني يعني احنا عندنا المنظر ده، انا ممكن اجيب نويز تكشر تاني وهقوم مثلا موصله مثلا بالنورمال. ليه؟ عشان اقدر ان انا مثلا اعمل زي بامب خفيف حتى لو مش هيبان، بس اوصله بالهايت ده بس عشان اقدر لو انا عايز ان انا ازود بس تفاصيل لو في شوت تانية بانت سنه. يعني انتوا لو لاحظتوا اصلا احنا مش شايفين قوي اللي احنا عملناه الا على خفيف، خصوصا كمان لما نيجي نزود حاجه زي الدبث اوف فيلد، فبتفرق جدا حاجه زي كده. برضو احنا لما نيجي يبقى في مشاهد اقرب للحيطه هنستثمر وقت اكتر بكتير في ان نوصل للي احنا عايزينه. بس دلوقتي بقى عندي ايه المنظر ده. الحاجه التانيه والحاجه اللي بتفرق جدا في مشاهد زي كده، هي ازاي الكاميرا ممكن تكون بتتحرك او ان هي تروح من نقطه لنقطه تانية. بمعنى ايه؟ ان انا الكاميرا ما تبقاش ثابته، ما يبقاش كاميرا واحده رقم واحد، وفي نفس الوقت ممكن اشوف ازاي ممكن احرك الكاميرا بشكل لطيف. والحاجه اللي ممكن نعملها عشان نحرك الكاميرا، انا لو انتوا فاكرين الكاميرا احنا اصلا كنا رابطينها بامتي لوحده. يعني انا لو جيت حركت كده الشكل هيتحرك كله، بس لو انا جيت حركت مثلا حاجه زي كده هيحرك ايه الكاميرا كلها. فانا ممكن اعمل الاتي، ممكن اقول له طيب انا عايزك الروتيشن كان هنا دلوقتي لحد نقطه 80، انا عايزك تلف مثلا الروتيشن يبقى حاجه مثلا زي كده. فانا بقيت بحرك الكاميرا حركه بسيطه كانه هو ايه بيتحرك بالمنظر ده اهو، زي ما احنا ايه شايفين. هجيب الشكل ده. انا دايما بحب حركه الكاميرا تبقى لينير، فانا هجيبها لينير. ودلوقتي هتبقى قاعده بتلف شويه لحد مثلا ما نوصل لحاجه زي كده. دي بتبقى لطيفه قوي. زياده عليها عايزين نزود حاجه كمان. عايزين نزود ان في نقطه معينه نروح على كاميرا تانية. طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل الكاميرا التانية دي، فهنعملها ازاي؟ انا ممكن ان انا اجيب الكاميرا الاولى اللي هي دي اهي، شيفت دي اهي. هي الكاميرا اهي. يعني بصوا احنا شايفين الاوتلاين بتاعها، حتى احنا لو جينا هنا في 3 دي فيو بوينت اهي. فانا ازاي احول عليها؟ محتاج ادوس كنترول زيرو. انا بس هعدل الكاميرا دي. انا عايز ان في لقطه نقرب قوي من وشه، يبقى مثلا حاجه زي كده اهي، مثلا بالمنظر ده. وبرضه ممكن اخلي الكاميرا دي الديبث فيلد بتاعها مختلف شويه، اخليه مثلا ايه ما يبقاش مبني على الديبث فيلد، يبقى مبني مثلا على الديستنس. فانا ممكن اقعد العب بالديستنس لحد ما الاقي ايه الحاجه المناسبه بالنسبه لي. مثلا دي يمكن لا دي لسه مش مظبوطه قوي، انا عايز ان انا احركها بحيث ان انا اقرب جدا لوشه مثلا. حاجة زي، لا الروتيشن ده مش ألطف حاجة. حاجة مثلا زي كده. بس دلوقتي بقى هي مسألة إن أنا محتاج أظبط الفوكس ديستنس لحد ما ألاقي الحاجة اللي شكلها مناسب بالنسبة لي. أظن كده لطيف. فدلوقتي بصوا لما نيجي نشغل هيبقى حاجة زي كده. أنا عايز إن الكاميرا دي تقلب مثلا ممكن في نقطة 90 مثلا
حاجه زي كده. فازاي بنعمل كده؟ هاجي هنا واقول له بايند كاميرا تو ماركر، هيعمل لي ماركر في الحته دي. طبعا انا عايز الكاميرا الاولى برضو، دي الكاميرا الثانيه. انا لو عايز الكاميرا الاولى هروح على الكاميرا الاولى. معلش يعني طبيعي ان البهدله دي تحصل في معظم السينز. لو انتوا جيتوا فتحتوا هنا هتلاقوا كاميرا 1 وكاميرا 2 لو انتوا عاملين لهم بيرنتنج. هنمسك الكاميرا الاولى نعملها كنترول 0 اهي. هرجع للاول واقول له ايه، وانا واقف على الكاميرا هدوس عليها كنترول 0 هقول له بايند برضو كاميرا تو ماركر. فهيفضل مكمل الكاميرا دي اهو لحد ما نوصل النقطه الثانيه اللي هيقلب فيها ايه على الشكل التاني. لو انت حاسس ان الكاركتر بيتحرك بسرعه ممكن تجيب الكي فريمز دي كلها وتقف على اول نقطه وسكيل سنه بس، ده لو انت عايز يعني لو عايز المشهد يبقى حته سلو موشن كده حاجه بسيطه يعني. برضه حاجه تانية مهمه جدا، الكاميرا دلوقتي دي بتلف. انا مش عايزها تبطل لف، انا عايزها تقطع وهي لسه بتلف. فكره ان انت يعني بتلف معناها ايه؟ عارفين اللفه اللي احنا لسه عاملينها دي؟ لا انا مش بحب اعمل كده. انا بحب ان هي تقطع بعد لما ايه، بعد لما تلف. فكره ان الكاميرا تقوم واقفه مره واحده دي مش حاجه لطيفه. واقفه مره واحده وفجاه يلا نروح الكاميرا اللي بعدها، لا تلاقيها مكمله لف. حتى انا ممكن ان انا اخليها تكمل عشان الكاميرا التانية برضو مربوطه بنفس الامتي، فكانهم مكملين بعض كلفه، بس واحده فيهم بس زومد ان شويه. فممكن برضو نعمل كده. طبعا لما نيجي نبص على حاجه زي كده الكاميرا التانية انت ممكن ما تبقاش شايف تفاصيل كتير جدا، ده برضو حاجه ايه ممكن نواجهها في مناطق معينه. طبعا يعني في مناطق ممكن تلاقي انا شايف تفاصيل شويه، ممكن تقعد تعدل الكاميرا لحد ما تشوف انسب حاجه. يعني انا عايز اروتيت مثلا الكاميرا سنه كده. بس ممكن تعمل حاجه لطيفه زياده على مثلا انت لو عايز تزود الحاجه دي، ممكن ان اللقطه اللي انت بتغير فيها اللي هي دي مثلا، ممكن تعمل حاجه. ممكن تقول له طيب انا عايز اريا لايت. الاريا لايت ده ممكن احنا كاننا بنخدع اللايتنج شويه، يعني بنخدع اللي بيتفرج سنه. نخلي الاريا لايت ده فوق الشخصيه كده مثلا. الناحيه التانية انا برضو عايزها بنفس الايه الروتيشن، ويبقى فوق الشخصيه مثلا حاجه زي كده. نفس ال الالوان يمكن اقرب كده شويه. وهخلي الاريا لايت ده برضو مربوط بواحد من الامتيز عشان يفضل مكمل معايا. بس انا عايز ان في النقطه، يعني انا لو جبته من الاول هتلاقي ان في لايت واقف ايه فوق الشكل اهو. يعني بص من الاول، بس انا مش عايز من الاول يبقى حاجه زي كده. لو انتوا عايزين اكيد، لو مش عايزين عادي يعني. فممكن ان احنا نعمل ايه، نيجي في النقطه دي نقول له لما احنا نيجي لنقطه 101 خليه 10. لما نيجي نقطه 99 مثلا خليها 0. ادي اي، بحيث او يعني 99 و100 بحيث ان هي دلوقتي ضلمه خالص. نيجي هنا تلاقيه نورت شويه عشان لو النور ما كانش كفايه بتاع الشكل ده. عشان احنا هنا بنزوم ان على حته، فالحته دي لو ضلمه قوي مش هتبان قوي زي ما احنا عايزين. انا عامه بعد لما عملتها حاسس ان هتبقى لطيفه لو انا اصلا سبتها حتى ورايا شكلها لذيذ، مش مضايقني يعني خالص. فانا ممكن اسيبها يعني لو انا ايه عايز. فانا بقى عندي 2 شوتس دلوقتي اقدر ان انا استخدمهم. يعني دول 2 شوتس غير الشوتس طبعا اللي احنا ايه هنكمل فيهم بعدين. لو انا عايز اعدل على دي في حاجات كتير قوي انا حاسس ان هي ممكن تتعمل منها. ان انا مثلا ازود يعني عادي اللمبه، اقعد اظبط حاجات. دي حاجه ترجع لكم طبعا. وكله اللطيف دلوقتي ان الفوليومتريك هو فعلا من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا في اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. انا حاسس ان مثلا لو جه من وشه ممكن ان احنا نشوف تفاصيل اكتر فالموضوع يبقى لذيذ. مع ان انا مش عايز اوري تفاصيل كتير جدا في اللقطة دي. يعني احنا زي ما اتكلمنا في لقطات ممكن نوري فيها تفاصيل، في لقطات ما نوريش. دي حاجة ايه ترجع لنا اكيد يعني. بس ممكن بصوا في اللحظة دي ممكن يبقى مثلا ادي 10 مثلا اي، وهوديها لحد 99. هاجي عند 100 اقول له خليها مثلا 30. ادي عشان بس نكتر اللايتنج شويه ايه في اللقطه دي. ما حدش هيلاحظ الفرق ده طبعا الا ايه لو حد مركز قوي يعني. بس بتبقى ايه لطيف. وطبعا اللطيف دلوقتي عندنا يعني الانوار اللي قاعده بتطلع اللي هي اللون مثلا الاحمر اللي فجاه بيطلع من الجنب ده، ان هو كأن في حاجه بتنور هناك او حاجه بتولع هناك. نقدر ان احنا نعمل كده. زياده على كده احنا ممكن ان احنا لو عايزين نبتدي نانيميت الفوليومتريك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي فوليومتريك كبير ماشي جميل، بس يحصل ايه وانا عايز اعمل فوليومتريك صغير؟ اعمل ايه؟ فوليومتريك صغير هنا انا قصدي ان انا يبقى عندي زي فوج او ضباب بيتحرك. فبعمل ايه؟ ممكن اكوبي نفس الفوليومتريك ده هسكيل سنه، نفس الفوليومتريك اهو، نفس مكعب الفوليومتريك هسكيل اخليه مثلا حاجه زي كده اهو. لو انتوا شايفينه هو ده مكعب ايه الفوليومتريك. بس هنزود كام حاجه.
هنخليه طبعا ماتيريال لوحده، فانا اخليه ماتيريال لوحده سواء من اتنين او اتنين من هنا. بعد كده هجيب النويز تكشر، هوصل النويز تكشر بالدنسيتي، هجيب كولر رامب عشان اقدر اكتر او اقلل براحتي، بس الاهم ان انا هجيب ماث مود ومالتبلاي قوه الفوق دي عشان نقدر نبتدي نشوف ضباب. بس انا محتاج بس اعلي السكيل بتاعه شويه ونبتدي نعدل على الضباب ده. بس المهم بس ان احنا نبتدي نشوفه بس بشكل ايه كويس. هكتر شويه كمان عشان نقدر ايه نشوف الضباب، ونقعد نلعب بالسكيل لحد ما نلاقيه هيبقى عادي. عشان انت مثلا لو سكيل سنه اهو بصوا شايفين كتير طبعا عشان نشوف كويس. بس الفكره بس منه ان هو هيبقى لمسه لذيذه، ان يبقى مش بس ان هو بيتحرك بشكل يعني ان هو بيتحرك خلاص، لا ان في كمان زي ضباب او غبار قاعد بيتحرك حواليه. حاجه زي كده بتبقى لطيفه جدا يعني. احنا بس محتاجين ان احنا نبتدي نوريه او نبينه. احنا بس هنقرب الكالر رامب لحد ما نبتدي نشوف حاجه اهو. بصوا شايفينه اهو ضباب بالشكل. فيبقى شكله لطيف لو استخدمنا حاجه زي كده. طبعا هو دلوقتي كتير قوي فممكن نقلله مثلا ل 20 ونقعد نلعب بكالر رامس لحد ما نشوف ايه انسب حاجه. لو جيت شلته بصوا هتبتدوا تلاحظوا يعني فرق بسيط ما بين الاثنين عشان يبقى عندي حاجه زي كده. فطبعا الضباب ده انا انت شوف السكيل اللي انسب بالنسبه لك يعني. بصوا لما اجي العب دلوقتي سكيل بنبتدي نشوف ضباب بشكل اكبر سنه. بس محتاج بس ان انت ما تكترش قوي او ما تقللش قوي عشان الموضوع ما يكترش منك يعني. الضباب ده طبعا تقدر ان انت تعمل له انيميشن من خلال ان انت مثلا تيجي اهي كنترول تي تعمل مابينج وتكستشر كوردينيت. لو ما عندكش نود رانجلر هتجيب بس نود مابينج من نود تكستشر كوردينيت ويتحرك اللوكيشن بتاع الضباب. بصوا قاعدين بنحرك وتلاقي ان في ضباب قاعد بيتحرك على خفيف. فدي مهم بس تدوس على النود عشان وتدوس على الاوبجكت عشان الكي فريمز تبان. فانا هعمل اي في اللوكيشن، حركها سنه في الواي اكسيز، خليه مثلا يروح في النيجاتيف، خليه مثلا يروح في النيجاتيف شويه. يبقى حاجه بسيطه كده بتتحرك كأن في ضباب قاعد بيتحرك ايه مع الشكل بحاجه بسيطه بشكل بسيط قوي. هيبقى شكله برده ايه لطيف. فبقى عندي بصوا حتى احنا شايفينه هنا نقدر ان احنا نقلله او نكتره بالمالتيبلاي. نقدر برده ان احنا نقلل الكميه بتاعته من هنا. هنا قوته، هنا الكميه بتاعته. كنا اتكلمنا قبل كده في الفوليومتريك لو انتوا فاكرين. فبقى عندي حاجه زي كده شكلها لطيف. احنا ده التحضير الاخير قبل ما نبتدي نخش بقى على ايه المشهد الثاني. هنبتدي نشوف ازاي ممكن نبني نفس يعني نفس الاحساس ونفس كاننا بنكمل انيميشن بس المشهد مختلف وبكذا عدد من يعني الجنود يعني. اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.